اولا انا مقل الفتره الاخيره بحضوري معكم. انا بدي اعتذر اولا عن تاخير اليوم، وبدي اعتذر عن عدم مشاركتي معكم لفتره معينه. كنت مسافر وكان عندي شويه ضغط شغل. سؤالي للاستاذ عماد، هل التعليق 4 دقائق ام 40 دقيقه؟ ما عندي توضيح. لا، بمناسبة اللي احنا بننتهي بالشهر اوكي. شوية. الصراحة أنا مع الأستاذ حسين بما تفضل به، وهو أن السينما تحتاج إلى انفراستراكشر، البنية التحتية. بدون بنية تحتية ما في سينما. أنا لست مخرجا، إنما أنا متذوق وأمارس العمل السينمائي بمستوى الهواية من الصغر، إن كان بالتصوير الضوئي العادي أم بالسوبر 8 قبل الفيديو. وأشارك الأستاذ عماد، أنا دائما أتفائل بوجود الأستاذ عماد، وهو المخضرم والعلامة في هالمواضيع اللي تفضل فيها. صراحة أحترمه كثير، إنه لم تولد السينما حتى تموت. كمان هذه نقطة صحيحة. بدي أعلق على الفيلم الثاني، لأنه أنا جيت متأخر، حضرت جزء كبير من الفيلم الثاني. الفيلم الثاني في عمل إنساني صراحة، والعمل الإنساني بسموه تاتشنج، يعني يلامس الشعور الداخلي للإنسان، عواطف. وليتفضل فيه اللقطة اللي هي على الموتور هذه، يعني لقطة. لكن دائما أنا أرى إنه الأفلام العربية حتى تعمل هالتاتشنج هي مع الشعور العاطفي الإنساني، دائما بيروحوا لقصص الموت. في أساليب لملامسة العواطف غير الموت، وغير انه واحد عم بيتألم، وغير في احيانا بالعاطفه، بالحب، احيانا بايثار النفس. في امور كثير يعني السينما العربيه لا تعالجها. التركيز دائما على العاطفه والمتهم والسجن والطلاق والامور هذه. يعني خلينا نطلع من هالحلقات هذه. استوقفني شيء، انا لن اطيل لانه أريد الاختصار بما قل ودل. استوقفني بالفيلم أشياء تكنيكال شوي، هي أنه الصوت كان شوي مبالغ فيه. يعني صوت الموتور هو كان كأنه صوت دبابة. هذا قد أكون مخطئ، يعني صححوني إذا كنت مخطئ. وبعض اللقطات يعني تعاد اللقطة كما هي، يعني بصفوا الموتور بيطلع بحط الغرض بنفس المكان. أعتقد كان هناك خطأ بالإنارة. هو عم بينشر الغسيل، كان هو واقف بنفس اتجاه اللايت، بشكل إنه كان ظله على قطعة الغسيل. يعني هذا كشف مكان اللايت الموجود، الإنارة الموجودة. الشيء الآخر هو يعني انفعالاتهم. ما كان في، طبعا هن موهوبات يعني ما اقدر ننتقدهم، لكن ما كان في انفعالات الموت والمرض على وجه الابناء. كنت بتمنى انه بدل ما يغطيها والحركات الكلاسيكيه هذه، يكون في بعض الانفعالات المخرج هو يطلب منهم كيف يعملوها. وشكرا.